Ladies and gentlemen، سيداتي سادتي، مرحبا بكم في فيديو جديدة. فيديو اليوم غادي ندويو على مستر بيست. شكون هو هاد مستر بيست؟ لا والو، غير اغنى يوتيوبر على وجه الكرة الارضية. الثروة ديالو تتقدر بكثر من 2 مليار و600 مليون، ماشي ديال سنتيم الله يخليك، ديال الدولار. الاسم الحقيقي ديالو هو جيمي دونالدسون، المزداد ب 7 ماي 1998 في مدينة ويتشيتا بولاية كانزاس الأمريكية، وكبر في مدينة جرينفيل بولاية نورث كارولاينا. والديه ما كانوش لاباس عليهم، بالعكس يلا كانوا مقاتلين مع الوقت. وفي الأزمة الاقتصادية ديال 2008 والديه خسروا فيها كل شيء، حتى الدار ديالهم مشات ليهم. والأم ديالو اللي كانت في ذاك الوقت تفارقات مع الأب ديال جيمي، اضطرات أنها تخدم جوج ديال الخدامي باش تصرف على جيمي وخوه. يعني تخيلوا معايا كيفاش هذيك الظروف تقدر تاثر في ولد يلاه عنده 10 ديال السنوات. بزاف ديال الاستجوابات اللي كانوا داروا مع جيمي كيعترف بلا الفقر بدل الطريقه ديالو كيفاش يشوف هذه الحياه، وبلا ما بغاش يعيش نفس الحاجه اللي عاشوها والديه من يكبر. في البدايات ديال 2012 ملي كانت عند جيمي 13 سنه، بدا كيلوح اول فيديوهات ديالو في القناه اللي سميتها مستر بيست 6000. الفيديوهات ديالو الاولين كانوا لا علاقه ديال بصح. مثلا كيدير فيديو كيبقى يشوف شي حيط لمده 24 ساعه، ولا يبقى لاعب في ماينكرافت، ولا غيسجل فيديوهات ديال الحياه اليوميه ديالو. الصوت ديالو كان رقيق بزاف بحكم انه كان باقي صغير، والكاليتي ديال الفيديوهات كانت ناقصه وما كانت تجيب حتى شي مشاهدات. من 2012 حتى ل 2017 اللي هي مده ديال 5 سنين هو كيلوح فيديوهات في اليوتيوب بلا حتى شي نتيجه اللي كبيره. ولكن الحاجه اللي متميزه في جيمي هو انه عمره ما استسلم. جيمي كان مهووس بشي حاجه سميتها الفيديوهات واليوتيوب، وكان كيحاول يفهم كيفاش الالغوريثم ديال اليوتيوب كيخدم. داكشي علاش كان ديما تيبحث على الفيديوهات اللي ناجحين، شنو اللي تيخليهم ينجحوا، دوك التصاور الصغار ثامبنيلز. في 2017 واخيرا من بعد 5 سنين ديال التماره، واحد الفيديو بسيط اللي كيحسب فيه جيمي من 1 حتى ل 100,000. هذا الفيديو اللي خدا ليه 40 ساعة هو جالس يحسب، دار البوز وجاب ملايين ديال المشاهدات. هذا الفيديو كان دخل ليه 10,000 ديال الدولار اللي هي 10 مليون مغربية، وكان هو الانطلاقة ديالو. ولكن هنا فين كيبان الذكاء ديال جيمي. أغلبية ديال الناس غادي يشدوا هذيك الفلوس وغادي يشريو بها بزاف ديال الحوايج، تليفون جديد، سفر، حوايج، عطا الله ما يتشرى. ولكن ماشي جيمي. جيمي شد هذيك 10,000 دولار هو يستثمرها كامله في الفيديو اللي موراه. اشنو دار؟ عطى داك 10,000 دولار لواحد الشخص اللي ساكن في الزنقه. داك الفيديو حتى هي دارت البوز وجابت المشاهدات بزاف ودخلت فلوس بزاف اللي عاود استثمرهم في الفيديو الجايه. صافي كانت هذه هي استراتيجيه ديال جيمي، فين ما تيدخل شي فلوس من اليوتيوب تيعاود يستثمرهم كاملين في الفيديو اللي ماشي. يعني الا دخل 10,000 دولار تيعاود يحطها كامله، الا دخل حتى 50,000 دولار تيعاود يحطها كامله. كل ما استثمر اكثر الفيديو تجيب مشاهدات اكثر وتدخل فلوس اكثر. جيمي كان كيشوف بعيد، ما كانش باغي الربح السريع، ولكن كان باغي يبني شي حاجه اللي كبيره. في 2018 خرج من الجامعه في البدايه ديال السنه الدراسيه باش يعطي وقته كامل ليوتيوب. والديه بطبيعه الحال كانوا خايفين عليه، والاساتذه ديالو قالوا مع راسهم وقيل هاد خونا هرب ليه. ولكن جيمي كان عارف راسو اشنو كيدير. الاستراتيجيه ديالو نجحات. كل ما استثمر فلوس كتر باش يدير فيديوهات احسن، كانوا دوك الفيديوهات كيجيبوا مشاهدات كتر وفلوس كتر، وهي غاده. في 2020 كان واحد من اكبر اليوتيوبرز وكان تيدخل فلوس بزاف. وفي 2023 كانت عنده اكثر من 200 مليون ابوني. وفي 2026 وبالضبط في شهر 6 كمل جيمي 500 مليون ابوني، يعني نص مليار ديال لي زابوني. تخيلوا معايا شحال ديال الناس. بالنسبه لجيمي ماشي كلشي داير على لي فيو. جيمي بنى امبراطوريه ديالو، لونسا واحد الماركه سميتها فيسيبلز، ماركه ديالو ديال الشوكولات اللي نجحات ديال بصح. وبدا حتى بيست برجرز، واحد السلسله ديال المطاعم اللي تدليفري لي برجر، وحتى هي خدمات مزيان. ودار حتى اعمال خيريه بحال تيم تريز وتيم سيز اللي جمع لهم ملايين ديال الدولارات بهدف الحفاظ على البيئه. الا بغيتي تفهم ديال بصح كيفاش كيفكر جيمي، غادي نشوفوا بيست جيمز.
اللي هو واحد البرنامج تلفزي اللي مولاته امازون برايم في عام 2024. امازون برايم اللي ما عارفش راه هي منافس ديال نتفليكس، يعني تدير برامج تلفزيه بابونمون، تتخلص باش تفرج في افلام وبرامج. امازون برايم سينات مع جيمي كونطرا ديال 100 مليون دولار باش يدير برنامج ديال المسابقات ديال التلفزيون الواقعي. تخيلوا معايا 100 مليون دولار ما كفاش جيمي حتى في جوج حلقات الاولين ديال البرنامج. اي واحد في بلاصتو غادي يدير البرنامج بواحد المبلغ ديال 60 ولا 80 مليون دولار، وغادي يحاول يخلي لراسو 20 مليون دولار ديال الارباح. ولكن جيمي قال لهم ما كتعرفوا والو، خسر هذيك ال 100 مليون دولار كامله وزاد 50 مليون دولار من جيبو باش كمل التصوير ديال البرنامج. ولكن البرنامج ديال بيست جيمز كان اكبر عرض ديال التلفاز الواقعي. 1000 ديال الناس تتنافس على جائزه كبرى ديال 5 مليون دولار اللي هي 5 مليار مغربيه. العدد ديال المتسابقين اللي هائل اللي هو 1000 متسابق. تخيلوا معايا هاد الناس باش تسكنهم كاملين باش ياكلوا لي زاسيرونس ديالهم، يعني حتى هاد الشيء راه واحد المبالغ اللي طائله. زياده على ان كل واحد شارك من النهار الاول، اتفقوا معاهم باش يعطيهم 2000 دولار الواحد، سواء طولتي في المسابقه ولا تقصيتي من الاول، كل شيء ياخذ 2000 دولار. كانوا جوائز بحال جزيره خاصه اللي كتسوى 1,800,000 دولار، لومبورغيني اللي هي سياره فاخره، وجوائز ماليه كثيره اللي تتراوح ما بين 100,000 دولار حتى المليون دولار. يعني بزاف ديال الفلوس تخسرات في هذا الشيء. الحلقه الاولى من بيست جيمز تخسر عليها تقريبا 14 مليون دولار. انت كراو واحد الملعب وصاوبوا بزاف ديال لي بلاتفورم اللي وقفوا عليهم المتبارين كاملين، يعني العلو ديالهم كان شي 30 متر. شنو نقدروا نتعلموا من مستر بيست؟ اقل حاجه نقدروا نتعلموا من مستر بيست هو ان النجاح في اي مجال كيتطلب وقت كتير وكيبغي بزاف ديال الصبر. الحاجه الثانيه اللي نقدروا نتعلموها هو ان الانسان يستثمر في الخدمه ديالو في داكشي اللي كيبغي. والحاجه الثالثه هو ان الانسان يكون مهووس بواحد الطريقه ايجابيه بشي حاجه، راها حاجه مزيانه. ما يمكنش تميتريزي واحد المجال وانتيا ماشي زعما تتبغيه لواحد الدرجه ديال الهوس. جيمي حقق شي حاجه اللي استثنائيه، يعني من طفل فقير لاغنى يوتيوبر على وجه الكره الارضيه، وهذا الشيء كامل دارو بطريقته الخاصه. نشكركم على لي لايك ديالكم. الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساش تشترك باش يوصلك ديما الجديد، وما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو.